السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات، ومع بعض بنتابعوا آخر تطورات مترو أبو قير. زي ما انتم شايفين اهوت الكاميرات اتركبت في كل مسار المترو، من يعني من أبو قير هنا. دي محطة المنظرة والعصافرة وفيكتوريا وكل الأماكن ديت أغلبيتهم اتركب فيهم الكاميرات، لكن لسه بقى منطقة غبريال وبكوس والظهرية لسه ما ركبوش فيها الكاميرا دوت. إن شاء الله بعد ما يشتغل المترو هيتفتح بقى قبل المترو وبحر المترو. هيبقى طريق واسع اللي هو طريق ملك حفني. هو طبعا طريق سالك لحد فيكتوريا، طريق سالك، وهيبقى يجيب من فيكتوريا لحد أبو قير. أما بقى في الرمل الميري والمنطقة ديت محتاجين شغل بقى، الله أعلم بقى بعد ما يتعمل المترو هنلاقوا الطريق ده واسع برضو في سكة يعني تودي لحد بكوس، الله أعلم، لأن الشارع دوت لو اتفتح طريق مختصر جدا أحسن من طريق كورنيش كتير أوي أوي أوي. هنا المحطة ديت هتبقى مكان محطة المنظرة القديمة. أنا كنت مصورها لكم قبل ما يزيلوها. إن شاء الله هتبقى في نفس المكان المحطة الجديدة بتاعت المترو. هي هتبقى من المحطات العلوية زي ما انتوا عارفين، هو 21 كيلو، 20 محطة، منهم 15 علوي و5 محطات سطحي من بعد الظهرية من كفر عبده يعني لحد محطة مصر هتبقى مسار سطحي. أما من الظهرية لحد أبو قير هتبقى مسار علوي زي ما انتوا شايفين كده، اللي الكباري اللي فوق ديت اللي هو الجسر يعني العالي ده. هنا بقى الكوبري بتاع المنظرة هو اتشالوا نصه، والعربيات ماشية في الطريق البديل بتاعها اللي جاية من على البحر. زي ما انتوا شايفين العربيات اللي تحت الكوبري الأرض منخفضة، أما هنا الأرض عالية. هي إن شاء الله بعد ما يشيلوا بقية الكوبري هتبقى منطقة كلها عالية زي بعضها، هيسووها ببعضها، وهيبقى في ميدان هنا إن شاء الله، وهيبقى في إشارة مرور، وفي هيبقى نظام تاني خالص، والعربيات هتخش. شوف الوسع ده كله بقى من اول الطريق الجديد ده لحد اخر الكوبري، كل ده هيبقى طريق واسع كده، وهيدخل على النبوي المهندس، يدخل على جنوب اسكندرية، واللي جاي من جنوب اسكندرية يخش برضو على البحر على طول، واللي عايز يروح المنتزه الطريق بتاع المنتزه برضو هيبقى سالك على طول. ان شاء الله هيبقى نقلة جديدة خالص خالص في المكان ده. سيبنا بقى من الزحام بقى، وهنطلع على البحر كده ان شاء الله، نبصوا كده في الهدوء ده بقى والجمال ده. طريق البحر برضو اتوسع وبقى جميل جدا، واتوسع بطريقة جميلة غير السنة اللي فاتت. اللي جه وشافوا السنة اللي فاتت، السنة دي بقى حاجة تانية خالص. وفي طبعا اشارات مرور اتعملت جديدة، ما كانش في اشارات مرور الاول يعني في الاماكن دي. دلوقتي في اشارات مرور، وفي قدام شوية في انفاق، فيا ريت كل واحد بقى يبقى يلتزم عشان افعالنا تتناسب مع هذا الجمال والتطور الجميل دوت في الشكل يعني. الطريق بقى واسع طبعا، كل اتجاه فيه 5 حارات، وبقى واسع جدا، ما بقاش فيه الزحام اللي احنا كنا متعودين عليه والخنقة بتاعة المرور دي. دلوقتي بقى بيكملوا في منطقة سيدي بشر وكده، وهم رايحين بقى ناحية جليم، وان شاء الله كل دوت هيتغير خالص، وتبقى الطريق كله طريق جميل طبعا. والشواطئ كمان بقت جديدة خالص وجميلة، وميتها نظيفة وواسعة جدا من جوه، وفيها تسالي كمان، مش مجرد اللي هو شاطئ بس، لا ده فيه كمان ألعاب وفي حاجات، بقى جميل جدا. أنا كنت مصورة لكم الشواطئ بتاعة المنظرة، وإن شاء الله حابة أكمل لكم وأصور لكم برضو لحد جليم كده.
هو طبعا هي شواطئ المندرة اللي شغالة دلوقتي، منطقة المندرة يعني والعصافرة، وإن شاء الله يكملوا بقى لغاية ما يروحوا جليم المناطق دي. ادي بقى الطريق، بصوا الجمال، يا ريت نلتزموا كده وافعالنا تناسب الجمال اللي انتوا شايفينه ده اهو. والعربيات زي ما انتوا شايفين الحارات واسعة اهيت، والطريقين واسعين وجمال ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. الطريق بقى جميل ازاي، الاشاره قافله وانا مش واخده بالي وعماله اصور، جريت بسرعه لحقت نفسي، وقفت في نص الطريق على ما تقفل تاني العربيات يعني، وعد انا. يلا كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.